بصوا، هو انا اكيد طبعا انا مش عايزه اغلط في حد. وكل واحد عنده رايه، بس في الوطن مفيش حاجه اسمها راي وجهه نظري. الناس اللي بتقعد تقول اللاجئين جايين بفلوسهم، حاولوا تراجعوا وطنيتكم، حاولوا تراجعوا حبكم لبلدكم، حاولوا تحترموا نفسكم شويه وتحترموا بلدكم شويه. واللاجئ اللي يقول انا جاي بفلوسي، روح يا حبيبي على اخت بلادك بفلوسك. شوف مين هيحميك. روح على اي دوله تانية بفلوسك، وشوف مين اللي هيعالجك زي ما بيعالج أهل البلد، ومين اللي هيدخلك المدرسة الوطنية اللي هي المدارس اللي هي بتاعت أهل البلد بنفس المصاريف اللي حضرتك تدفعها. شوف مين غير مصر اللي ممكن يعاملك زي المصريين. مع الأسف، مع الأسف، أنا بلوم على قيادتي إنها بتخلي اللاجئين أو أي ضيف أيا كان بقى أنتوا عايزة تسمينه. يعني أنا بحب أسمي الأسماء بمسمياتها. أنتوا لاجئين. شوفوا أنتوا قاعدين في بلاد تانية عاملين إزاي، قاعدين في معسكرات. واي لاجئ، انا بتكلم على اي لاجئ قاعدين في معسكرات. ان انتوا بتتهانوا في بلدكم وجايين في بلدنا عايزين تقولوا بفلوسكم، طب اقعدوا في بلدكم بفلوسكم. شوفوا مين اللي بيحميكم في بلدكم. فاقعد في بلدنا، احترم نفسك علشان تلاقي اللي يحترمك. ويا ريت المصريين ولاد البطن القلابه اللي بيقولوا دول قاعدين بفلوسهم، احترموا نفسكم انتوا واحترموا بلدكم شويه. ويعني لو سمحتوا يعني احترموا مصر شويه. احترموا مصر، مش كل حاجه بفلوسهم. يعني هو قاعد عندك بفلوسك؟ يعني الكلمة دي مؤسفة جدا، واللي بيقولها أنا بتأسف عليه، والله بيصعب عليا قوي. ونفسي إنه يراجع وطنيته. أنا مش بزايد على حد، بس نفسي يعني اللي يعمل كده يراجع وطنيته شوية ويحب مصر. حبوا بلدكم شوية قبل ما تحبوا اللاجئين. ما انتوا مفيش حد هيحب حد غريب اكتر من بلده. فدي حاجة انا مش قادرة افهمها. اللي بيدافع عن اللاجئين ويوصفنا ان احنا اللي وحشين، احنا كأهل البلد احنا اللي وحشين احنا. يعني ده احنا ما بن... ده احنا ما عملناش زي تركيا اللي بتتاجر باللاجئين. يعني ده انا بالعكس، ده انا نفسي ان السيسي يعمل زي ما تركيا عملت. لان احنا بيضغط علينا دلوقتي يقول لك حقوق اللاجئين. نعم، نعم ان شاء الله. استغفر الله العظيم.